تعالوا معايا النهاردة نشوف الشيبسي او البرينجلز، حاجة من الحاجات كده اللي كل الكبار والصغار بيحبوها. جميل جدا ومسلي وخفيف. هنعمله النهاردة ان شاء الله بدون ولا نقطة زيت واحدة بس، زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. حبتين اتنين من البطاطس اللي احنا هنستخدمهم النهاردة، وهتشوفي الطريقة قد ايه سهلة. شايفين النتيجة قد ايه مقرمش وقد ايه جميل ولذيذ. ان شاء الله مش هياخد منك وقت في المطبخ، وطبعا مفيش اي حاجة هنضيفها على البطاطس، يعني التكلفة كمان تكاد تكون مفيش. طبعا النهاردة اي علبة برينجلز هتلاقيها بمبلغ وقدره. طبعا احنا ممكن نعمله في البيت ونعمله بطريقة صحية. الناس بقى كمان مدمنين الشيبسي واللي عاملين دايت واللي ممنوعين من الزيوت والدهون هيحبوا جدا جدا الطريقة دي، وبصراحة هتعوضهم عن الحاجات التانية كلها. اللي أول مرة يشوفني أنا سمية من مطبخ مصر، يشرفني جدا اشتراككم وانضمامكم في القناة، وياريت كمان إذا الفيديو عجبكم تدعموه وترفعوه باللايك علشان الكل يشوفه ويستفيد، وأنا كمان أستفيد بإن الوصفة بتاعتي أو الوصفة اللي أنا طبقتها تنتشر وتتشاف. بعد الصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الفيديو. في الاول كده انا هجيب 2 حبة من البطاطس الحجم اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا الحجم والكمية هترجع لراحتك. هنجرب في حبتين ونشوف الطعم ونشوف الطريقة، وبعد كده اعملي اللي انت تحبيه. هغسلهم طبعا وهقطعهم قطع مكعبات كده علشان ما تغيبش معايا في التسوية. حلة كده على النار وهبدأ احط فيها المية. على ما البطاطس اتقطعت كانت المية سخنت معايا، بدأت ان انا اضيف البطاطس على النار. انا هبدأ في المرحلة دي، يعني على ما البطاطس بقى تغلي وتستوي هنبدأ ننكهها مثلا بشوية من الملح وشوية من الكمون، كمون مطحون وشوية ملح. وكمان هحط نص مكعب مرقة، وده اختياري، لو انت حابة تحطيه او ما انتش حابة تحطيه ده بيرجع لك انت. انا حبيت ان انا انكه المية كده بشوية حاجات، ولكن انا حاسة ان انا طبعا عملتها مرة واتنين وتلاتة وعشرة، فانا حاسة ان هي ما اضافتش بصراحة قد كده للوصفة. ودي حاجات كلها بقى اختيارية وبترجع ليكي انت في الطعم. انا عايزة اسيب البطاطس كده لما تيجي تكسريها او كده تلاقيها استوت، مش عايزينها تتهري قوي علشان ما تشربش مية اكتر، مش عايزين نسبة المية تبقى فيها زيادة. اول ما تستوي معايا كده هبدأ ان انا اصفيها، وهسيبها دقيقة واحدة بس تتصفى لان انا عايزة اهرسها وهي سخنة. بعد ما تتصفى الدقيقة دي هتبدأي بقى تفوتيها على المصفى الناعمة دي. عايزينها بطاطس بيوريه. طبعا احنا ممكن نهرس البطاطس دي بالهراسة وبعد كده نعملها بالمصفى، او نعملها بالمصفى من الاول كده زي ما تحبي. انا عايزة البطاطس تكون ناعمة ومفيش فيها اي قطع صغيرة تماما، عايزاها كلها ناعمة زي بعضها. هبدأ انزل كده كل الكمية اللي على المصفى بتاعتي، وكده يبقى البطاطس معايا خلاص تمام. لو انتي حابة هنا تحطي اي اضافات تانية على البطاطس مفيش اي مانع، بالمعلقة كده وهتبدأي ان انتي تقلبي البطاطس في بعضها كويس لما تبقى معاكي زي العجينة. احنا مش هنضيف اي حاجة تماما للبطاطس يا جماعة زي ما اتفقنا، اكتر من الحاجات اللي اضفناها للمية وهي بتتسلق. ودي طبعا اللي هي كانت الملح والكمون، واضفت نص مكعب المرقة، ما كانت مرقة خضار كمان، ممكن تبقى مرقة فراخ مرقة لحمة اللي انتي تحبي. ممكن بقى هنا تحطي شوية كده من البابريكا، ممكن تحطي بهارات فراخ، ممكن تحطي بهارات لحمة، ممكن تحطي بهارات شيبسي، جبنة متبلة. كل النكهات والحاجات دي موجودة في العطارات اللي انت تحبيه. هتبدأي تكوري كده البطاطس بتاعتك وتحطيها في صينية او في طبق، تبقى كلها جاهزة علشان تبدأي في التسوية مرة واحدة. انا طبعا هحط النهارده في الصواني دي ما بتلزقش، وان كان الحجم بتاعها مش كبير قوي، يعني هي هتاخد مراحل في العمايل على كم مره، الا ان هي ما مش هتلزق ومش هتغلبني، لان انا جربتها بصراحه بورق الزبده كانت بتلزق وبتتعبني جدا جدا ان انا احطها في اي صينيه واحط ورقه زبده تحت شرايح البطاطس او الرقائق دي. فموضوع ورق الزبدة ده بصراحة فاشل جدا، وبتلزق وبهدلت الدنيا وما ادتنيش النتيجة اللي انا عايزاها. لما جربتها بقى في الصواني اللي هي الجرانيت او التيفال او الحاجات اللي زي كده، خلاص تمام معايا. حطيت المكعبات وجبت ورقة زبدة كده مدهونة بمسحة خفيفة من الزيت علشان ما تلزقش في البطاطس، وبدأت ان انا بالهراسة بتاعة البطاطس، او اي حاجة عندك تكون القاعدة بتاعتها مستوية وعلى الحجم اللي انت عايزاه وعلى الحجم الكوره اللي انت عاملاها من البطاطس، تبداي تفردي.
عايزين السمك يكون زي ما احنا شايفين كده، وتبدأي تولعي الفرن، ومش هنولع من فوق خالص، احنا هنولع من تحت بس، وهنخلي الشبكة في نص الفرن، احنا عايزينها تقرمش من غير ما اللون بتاعها يبقى غامق. زي ما احنا شايفينها كده، بعد ما قعدت حوالي 5 دقايق بدأت احس ان هي طروفها بدأت تاخد لون، وكمان تشوفوها ما شاء الله كده الحواف بتاعتها طلعت من الصينية. واهم حاجة عندي انها ما تلزقش، لان الوصفة زي ما قلت لكم كده انا جربتها كتير بورق الزبدة وكانت بتفشل معايا، ففضلت وراها لغاية ما عملتها والحمد لله ما كانش بتلزق تماما. ده اول دور بقى طلع معايا ما شاء الله، واخده لون حلو قوي، وكمان مقرمشه على الاخر واستوت معايا. على فكره ممكن بعد الاخر لما تحسي ان هي يعني القرمشه بتاعتها مش عاجباكي بتطفي الفرن بس بعد ما تخلصي، وتردي الكميه كلها في صينيه وتسيبيها كده تاخد الحراره بتاعت الفرن، هتقرمش من تاني. هنبدأ بقى نعمل الدور التاني كمان ونبدأ ندخله الفرن، طبعا الفرن لسه شغال مش هنطفيه خالص. والدور الاولاني اللي طالع معانا كده هنبدأ نحطه في طبق للتقديم. البطاطس طبعا لونها هنا فاتح لان انا ما اضفتش حاجة للمية. لو انا بقى هحط بهارات وحاجات منكهات وحاجات زي كده اكيد ده هيأثر على اللون بتاعها وهتبقى غامقة، انما هي اللون ده بصراحة عجبني لانه فاتح. وبعدين ممكن ترش عليها بقى في المرحلة دي الحاجات اللي انت حباها، فالطريقة اللي تعجبك. شايفين قد ايه النتيجة طالعة مقرمشة وجميلة جدا. مش هيحتاج ان انا ادخله الفرن تاني ولا حاجة، ولكن برضو من ضمن المرات عشان انا بقول لكم وانا شغالة كده كل اللي انا فات عليا في التجربة، ان انا في مرة تانية حسيت ان هو طري شوية كده فدخلته الفرن بعد ما خلصت. ده الدور التاني كمان بدأ يطلع معايا زي ما احنا شايفين كده، حاجة عظمة فعلا. هبدأ بقى ان انا احط برضو نفس الكمية على بعضها، وهكمل كمية البطاطس كلها بنفس الطريقة. وطبعا زي ما احنا شايفين ان احنا عملنا كمية كويسة، ولسه كمان بقية البطاطس عندي في الفرن ما خلصتش. تمام كده، طلعنا الدور برضو كمان اللي بعده هنبدأ ندخل. على فكرة انا بحطها والصينية لسه سخنة، وبعمل برضو نفس النظام بورقة زبدة صغيرة او ممكن كيس صغير تقصيه كده وتحطيه بس على قد قطعة البطاطس، وتدهنيه هو كمان برضو بالزيت وتحطيه وتعملي بالهراسة او باي حاجة عندك هتقدر تديكي الشكل المفروض ده، او ان هو يسطح لك البطاطس في الصينية. الصينية بتكون سخنة وانا بكمل فيها عادي جدا. الصينية كمان انا ما دهنتهاش، يعني لغاية الان مفيش نقطة زيت واحدة انا استخدمتها في الشرائح او في البطاطس او في البرينجلز او زي ما تسموها. طلعت بقى الكمية خلاص، دي الكمية النهائية بتاعتي. انا حابة بقى ان انا ارش عليها كده شوية من البابريكا المدخنة، وممكن كمان ارش بهارات البطاطس اللي بتيجي من العطارة، اي حاجة عندي هقدر اضيفها في التوقيت ده. النتيجة جميلة جدا، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم وتنال رضاكم، واتمنى جدا جدا ان انتوا ما تخرجوش من الفيديو قبل ما تدعموا الفيديو وترفعوه باللايك وكومنت حلو. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.